سلام الله عليكم، شلونكم أحبائي؟ بعد شلونكم؟ اليوم أريد أحكي على فد موضوع وهو لعبة كلاش اوف كلانس. مثل ما يدري اليوم المرجعية حرمت اللعبة، وأعتقد حرمت بيعها وشرائها لأنه غير قانوني. هي مجرد لعبة، والله ما أدري ليش حرموها، بس هي حرمت البيع والشراء. وأعتقد حرموا اللعبة لأنه أنت ذاك الشخص يجمع موارد وأنت تجي تهجم. فهاي مسائل شرعية، يعني أنا ما أدري صح أو غلط، تقدرون أنتوا تتأكدون منها. تسألون السيد السيستاني عبر الموقع الرسمي للمرجعية أو الحوزة، وتقدرون تستفسرون عن الشغلة إن كانت حلال أو حرام، أو تناقشون بيها. لكن الشغلة بقت يمكم، لكن اللي أنا أدري المرجعية حرمتها. أرجع أشوف لعبة كلاش. طبعا أنا أكرهها، ألعبها بس أكرهها. ليش أكرهها؟ هسه قمت أكرهها لأنه بالغلط آية الجذع المكروه. يعني بيش اوصفه؟ دا اطور انا 3 عمال يشتغلون، وبالتالي اجي اطور الجذع ما ادري، وتطلع لي جواهر، يطلب مني جواهر حتى اكمل ذاك المبنى، وبالغلط اضغط على الجواهر واخسر 138 جوهرة. وهذا الشي ضوجني لان انا كان عندي 600 جوهرة وارد اجيب العامل الرابع. بس شو نسوي؟ حظ ماكو، هي اللعبة محرمة، المفروض ما يلعب، والله عيب علينا، المفروض ما يلعبها. لكن لعبة حلوة يعني للتسلية، يعني ما ادري ليش حرموها والله. يعني بيها يجوز مسائل شرعية ومخالفة للشرع، فلذلك حرموها. بس اذا تسألوني والله انا ما ادري. بس اللعبة ما بيها شي، بس حلوة هي للتسلية. اكثر الشعب العراقي يلعب كلاش ويقضي الوقت. هو يتكلف شنو هاي؟ هاي مثلا، هاي شنو هاي؟ هذا يكلف في 75. خلينا نطورها. يعني طبعا المستوى قليل، مو تقول 150 و90 و80، لا، 48. لأنه متى باع وقف سوق هاللعبة. حتى بعد ما تجيب 20,000، ما تجيب إذا تدور اشتريها بربع شي هيجي من القبيل. بس والله حرامات، يعني قهرتنا 138 جوهرة. كل هذا الشغل شو يجيبن؟ صار شهرين من جبتين سويتين 600 بس. يلا عشان ما اشتغل ولا بكلاش هالقد، هيك بين فترة وفترة ادخل لها. لكن حاليا بدي اطورها، يعني بحدود السنة كاملة يجوز هسه اوصل كلها ماكس 11 ماكس، وان شاء الله بس تقول امين حتى انا اتطور واسوي لكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. طبعا هاي العاب، اللي يريد يكتب بالوصف وانا انزل له الرابط. بالمناسبة اسعار النفط انخفضت، ايش قد وصل بالله؟ اي بالله، خلينا نشوف سعر النفط. دا تاني ضعيف همين يطلع سعر النفط. شوف شباب سعر النفط 29 دولار، يعني زحمة. هذا هو الغاز رخاص. يعني مثلا هسه احنا لو نصدر فد ما يفيد بعد. اذا 3 مليون برميل، 3 مليون برميل ما تجيب 100 مليون. لانه اي ما تجيب 100 مليون باليوم. سعر برميل رخيص، ولا تنسى يعني شو يجيب. يعني مع الشكر والتقدير لكم، ونتمنى وضع بلدنا يتقدم وتطورون بالكلاش. واللي يريد يتركها خليه يتركها، لانه ما بيها مستقبل من هسه. ومثل ما قلت كل مرجعية محرمة، فلا تخسر دنياتك على مود لعبة ما تسوى انه تلعبها، وما تسوى انه تشوفها اذا هي محرمة او مخالفة للشرع.